السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إنك داخل بيتك بعد يوم طويل، تشغل التلفزيون وقبل ما تلمس الريموت الشاشة تنور لوحدها. تعرف إنك رجعت وتفتح البرنامج اللي كنت بتتفرج عليه من أمس، من نفس اللحظة اللي وقفت عندها. تفتكرها صدفة؟ لا يا صديقي، دي مش شاشة عادية، دي عقل إلكتروني بيتنفذ ذكاء. الذكاء الاصطناعي دخل عالم الشاشات، ومع دخوله كل القواعد اتكسرت. ما بقاش التلفزيون مجرد وسيلة عرض، ده بقى شريك ذكي بيفهمك وبيتعلم منك، بيقدم لك تجربة مصممة ومخصوصة على ذوقك انت. زمان كنا بنختار القناة، النهاردة الشاشة هي اللي بتختار لك الأفضل قبل ما تفكر. وده هو العصر الذكاء الاصطناعي اللي بيحول الأجهزة من أدوات إلى كائنات بتفكر. أهلا وسهلا بيكم، أنا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الشاشات وإيه وظيفته ومواصفاته. أهمية الذكاء الاصطناعي في الشاشات: رقم 1، تحليل المحتوى. الذكاء الاصطناعي بيشتغل لحظة بلحظة، بيفهم المشهد اللي قدامه، هل دي لقطة نهار ولا مشهد مظلم ولا وجه إنسان، وبناء عن التحليل ده بيظبط الإضاءة والتباين وتشبع الألوان بدقة مذهلة، وبتخلي الصورة تحسها حية بتقنيات زي نيورال كوانتوم بروسيسور واي بيكتشر انج واي سوبر ريزولوشن. هي المخ الحقيقي اللي بيخلي الشاشة تفهم كل تفصيلة في الصورة. رقم 2، الذكاء الاصطناعي وميزة الاب سكيلينج، ودي واحدة من أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشاشات الحديثة. زمان لما كنا نكبر فيديو جودته ضعيفة الصورة كانت بتبكسل وتخرب، لكن دلوقتي مع الذكاء الاصطناعي القصة مختلفة تماما. الشاشة بتحلل الصورة بكسل بكسل، بتفهم شكل العناصر اللي فيها وتبدأ تعيد رسمها بتفاصيل جديدة تماما. يعني لو عندك فيديو بجودة HD، الشاشة تقدر ترفعها بجودة 4K أو حتى 8K من غير ما تحس إنه متصنع أو مشوش، وده اللي بنسميه اب سكيلينج، رفع الجودة الذكية. الشاشة هنا مش بس بتكبر الصورة، دي بتفكر فيها، بتكمل الفراغات وبتخلق تفاصيل جديدة كأن الفيديو اتصور بكاميرات الترا HD من البداية. الشركات الكبيرة كلها داخلة في السباق ده، زي سامسونج بمسمى نيورال كوانتوم AI اب سكيلينج، وسوني بمسمى XR اب سكيلينج، وLG بمسمى AI سوبر ريزولوشن. رقم 3، الذكاء الاصطناعي وضبط الصوت الذكي. مش بس الصورة اللي بتتحسن، الصوت كمان. الذكاء الاصطناعي بيحلل كل الأصوات اللي حواليك، لو في دوشة أو ضوضاء في الغرفة، لو الموسيقى عالية أو الحوار ضعيف، الشاشة تبدأ تعدل الصوت تلقائيا عشان كل كلمة تكون واضحة وكل مؤثر صوتي يوصل لك بدقة عالية. يعني لما تشوف فيلم أو مباراة الصوت يكون محيط وغامر في مشاهد الأكشن، أو الحوار يكون واضح جدا لو أخبار أو مسلسلات، حتى لو البيت مليان أصوات خلفية. باختصار، ال AI مش بس بيظبط الصورة، ده بيظبط تجربة السمع كأنك في السينما بالظبط. رقم 4، ذكاء بيحس بالبيئة المحيطة. بعض الشاشات دلوقتي فيها حساسات ذكية بتحلل الإضاءة في الغرفة وحتى صوتك وحتى المسافة بينك وبين الشاشة. يعني الشاشة بتتعامل مع المكان كأنه جزء من التجربة مش مجرد خلفية. ولو الغرفة مظلمة تقلل الإضاءة، ولو النهار ساطع ترفع علشان الصورة تفضل واضحة. وده مش إعدادات، دي غريزة رقمية. رقم 5، الشاشة اللي بتتعلم منك. كل مرة بتتفرج فيها الشاشة بتتعلم أكتر، بتعرف ذوقك، اهتماماتك والمحتوى اللي بتحبه، ومع الوقت تبدأ ترشح لك الفيديوهات أو الأفلام اللي تناسبك قبل حتى ما تدور عليها. يعني هي مش بس بتفهمك، دي بتقراك كمان. رقم 6، ذكاء بيحافظ على الطاقة وراحة العين. الذكاء الاصطناعي كمان مش ناسي صحتك، بيقلل الإضاءة الزرقاء وقت الليل وبيتحكم في استهلاك الطاقة حسب عاداتك. يعني الشاشة أذكى وعندها ضمير. رقم 7، الخوارزميات، القلب اللي بيحرك الذكاء الاصطناعي. كل الذكاء اللي بنتكلم عنه وراه خوارزميات، هي العقل الحقيقي اللي بيخلي الشاشة تفكر
وتتعلم وتقرر. هي ببساطة مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية بتخلي المعالج جوه الشاشة يعرف يتعامل مع الصورة والصوت بطريقة ذكية. تخيلها كأنها قوانين رقمية بتقول للذكاء الاصطناعي يعمل ايه في كل موقف، ازاي يحلل المشهد، ازاي يميز بين الوجه والظل، وازاي يختار افضل درجة لون او مستوى صوت. مثلا في خوارزميات بتحلل الالوان والتفاصيل عشان الصورة تطلع طبيعية اكتر، وفي خوارزميات صوتية بتميز بين كلام الممثلين وضوضاء الخلفية، وكمان في خوارزميات توصية بتتعلم من اختياراتك وتقدم لك محتوى على ذوقك. مع الوقت الخوارزميات دي بتتعلم أكتر وأكتر، كل مرة تشوف فيها فيلم أو تغير إعدادات الشاشة بتخزن المعلومة دي وتبدأ المرة الجاية تتصرف بشكل أذكى، كأنها فاكرة أنت بتحب تشوف إيه وإمتى. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي هو العقل، والخوارزميات هي طريقة التفكير اللي بتخليه يشتغل. وفي الختام، زمان كان التلفزيون مجرد صندوق عرض، الذكاء الاصطناعي حوله لكائن بيفكر، شاشة بتفهمك، بتحس بيك، وبتتعلم من كل ثانية تقضيها قدامها. الذكاء الاصطناعي النهاردة مش مجرد تقنية، دي ثورة بتخلي الآلة تشوف وتفهم وتتحكم زي الإنسان. وفي المستقبل القريب مش بعيد تشوف الشاشة بتقولك انت شكلك تعبان النهاردة، تحب اشغل لك حاجة تهدي اعصابك. الكلام ده مش خيال، بالخطوة الجاية في عالم التكنولوجيا الشاشة بقت اذكى واقرب واعمق من اي وقت فات. لكن السؤال الحقيقي، هل احنا مستعدين نتعامل مع شاشة بتفكر؟ سيب اجابتك في التعليقات. قناة عالم التكنولوجيا هتخليك دايما سابق بخطوة، ولسه مكملين في سلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة، وأتمنى المتابعة والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.